من هي زوجة ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي؟ بعدما وصل المنتخب المغربي إلى الربع النهائي من مباريات كأس العالم قطر 2022، لم يتصدر اسم المنتخب فحسب محركات جوجل كونه أول فريق عربي يصل إلى هذه المرحلة فحسب، بل سلط الضوء أيضا على حارس المرمى المغربي ياسين بونو. لماذا؟ لأنه أول حارس عربي تمكن من التصدي لأكثر من ركلة جزاء في المونديال خلال مباراة واحدة. نجاح ياسين بونو جعله محط أنظار الجميع وبدأوا يتساءلون عن حياته الشخصية خصوصا فيما يتعلق بزوجته، من هي، ومتى التقت بحارس المرمى المغربي. سنكشف لك بعض المعلومات عنها، هذا إلى جانب أبرز الحقائق عن ياسين بونو. من هي زوجة ياسين بونو؟ تدعى إيمان وتحمل الجنسية المغربية. ولدت في مدينة سطات المغربية في عام 1992. التقت إيمان بزوجها ياسين بونو للمرة الأولى عندما كان عضواً بارزاً في فريق الوداد البيضاوي. في العام 2012 تزوجت إيمان من حارس المرمى المغربي بعد أن تلقى عرض من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لتنتقل معه للعيش في دولة إسبانيا. لدى إيمان وياسين بونو صبي واحد، ترافق زوجها ياسين بونو في بعض رحلاته الرياضية الخاصة بالمنتخب لدعمه وتشجيعه. تنشر زوجة ياسين بونو صور إطلالاتها المختلفة، هذا إلى جانب بعض اللقطات التي تجمعها بولدها. فاز ياسين بونو بعدة ألقاب مع الفرق والمنتخبات التي لعب معها. في العام 2022 تصدر اسم ياسين بونو محركات جوجل بعدما تصدى لأكثر من ركلة جزاء في كأس العالم قطر خلال مباراة واحدة، ما فعله حارس المرمى لم يسبق أن نجح به أحد من قبل في السنوات الماضية. لا ينشر الكثير من الصور مع زوجته وابنه على انستغرام، فعلى ما يبدو أنه يحرص على عدم تسليط الضوء على حياته الشخصية كثيرا، وسنعرض لكم بعض من صورها.